السلام عليكم. أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكما على إطار بمؤسسة بنكية تابع رأس مالها للدولة بسنة حبسا في حدود 5 أشهر نافذة بعدما اختلس 110 منح طلاب كليات جامعة محمد الخامس بالرباط. وقضت الغرفة في حق المعني بالأمر بغرامة 5000 درهم، وأصدرت في حقه حكما مخففا بعدما أعاد الأموال التي استحوذ عليها إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وحصل على تنازل في الموضوع. وجرى تكييف المتابعة للإطار البنكي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية، والتزوير في وثائق المعلوميات، كما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا ليغادره صباح أمس الثلاثاء بعد انتهاء عقوبته الحبسية. وأظهرت التحقيقات استحواذ الإطار المستخدم على بطائق منحته الممنوحة لطلبة الكليات، وجرى اتهامه باستخراج 126 مليونا مستعملا بطائق الائتمان في سحوبات غير قانونية. وبلغ عدد العمليات التي قام بها إطار الوكالة البنكية التابع رأس مالها للدولة 679 عملية، مستعملا 110 بطاقات منحته بالتدليس، ولم يترك سوى 6 بطائق قام بتفعيلها قبل أن تفشل الإدارة البنكية عملياته بعدما تبين غياب وصولات استلام الطلبة للبطائق. وكانت الفضيحة قد تفجرت بعدما سجلت طالبة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس شكاية أمام المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط، والتي تخضع لوصاية الدولة، حيث شرعت لجنة في البحث حتى اكتشفت شكايات 3 طلبة آخرين ليتم تعيين مفتش جهوي. اكتشف فضائح غير مسبوقة تورد الصباح. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.